الصراحة بعد ما جربت الايفون 17 برو والايفون 17 برو ماكس في الالعاب لفترة كويسة، خليني اقول لكم بكل صراحة ان ابل السنة دي فعلا عملت عظمة وعملت نقلة كبيرة جدا في اداء الجيمنج. يعني مش مجرد تحديث عادي، لا، في فرق بيتحس اول ما تبدأ تلعب على الموبايلات. انا جاي اكلمكم النهاردة عن اداء الموبايلين في الالعاب والضغط عليهم بشدة في الالعاب اللي الجرافيك بتاعها عالي. الصراحة ابل السنة دي غيرت شوية حاجات مهمة، فالموبايل بقى مصنوع بالكامل من الالومنيوم بدل التيتانيوم، وده بصراحة قرار ذكي جدا لان الالومنيوم بيوصل الحرارة اسرع، فبيخلي الموبايل يبرد بشكل احسن اثناء اللعب او التصوير او الضغط عليه عامة. بالنسبة للالوان، الالوان كانت تحفة. النسخة الزرقاء كان شكلها شيك قوي وراقي، بس اللون اللي شدني اكتر هو الاورنج، ملفت جدا وبيخلي الموبايل باين انه احدث موديل من اول نظر. خلينا بقى نتكلم عن نظام التبريد الجديد اللي عملته ابل. اكتر حاجه لاحظتها بعد التجربه هي ان السخونه قلت جدا، وده السبب ان ابل اخيرا ضافت غرفه بخار زي اللي بنشوفها في موبايلات الجيمنج الاندرويد زي اوبو، وده فرق فعلا خصوصا وانا بلعب العاب تقيله زي بابجي موبايل في الاداء والفريمات، والموبايل ما بيسخنش بسرعه زي زمان. وانا بلعب حسيت ان نفس حجم الشاشه بتاع السنه اللي فاتت، بس الاضاءه بقت مجنونه شويه. الصوت بقى بيوصل ل 3000 نيتس، فحتى لو في شمس قويه الشاشه بتفضل واضحه جدا ومريحه للعين. طبعا 3000 نيتس في الشاشات الخاصه بابل هتكون طبعا افضل من الاندرويد بكتير. نيجي بقى نتكلم عن المعالج وادائه في الموبايلين. فالموبايلين هنا جايين بمعالج A19 برو الجديد من ابل، واقدر اقول لك انه قوي جدا في الجيمنج. جربت العاب كتير عليه، كل حاجه كانت بتشتغل بسلاسه، ولا تهنيج ولا تقطيع. يعني مثلا في الاختبارات المعالج جاب حوالي 3700 نقطه في النواه الواحده، وفي الاداء المتعدد حوالي 9700 نقطه. الفرق مش ضخم عن الجيل اللي فات، بس في التجربه الحقيقيه فرق في الاداء واضح جدا في الجرافيك وثبات الفريمات. اما بالنسبه لكارت الجرافيك الجديد فجاب ارقام اعلى بكتير من السنه اللي فاتت، حوالي 46000 نقطه، وده انعكس جدا في الالعاب. طبعا الشبكات مش هننساها لانها طبعا بتاثر على جوده الالعاب والبنج بالذات في الالعاب الاونلاين زي بابجي موبايل. فابل هنا ضافت لك شريحتين جداد، واحده اسمها C1X خاصه بال5G، دي بتدي اداء ثابت واستهلاك قليل جدا في البطاريه. تانية اسمها N1 خاصه بالواي فاي والبلوتوث، وكمان اول مره تدعم الواي فاي 7، فالاتصال بقى اسرع وثابت جدا وانت بتلعب اونلاين. تلعب بابجي مثلا هتبقى متفوق جدا في الفريمات وكمان في سرعه الاتصال، يعني البنج عندك هيبقى ثابت جدا. خلينا اقول لكم تجربه الالعاب. ففي كول اوف ديوتي موبايل اللعبه اشتغلت على اعلى اعدادات، على 60 فريم في الثانيه بدون اي تهنيج. بصراحه شكل الجرافيك على الشاشه الجديده كان مبهر جدا. اللعبه الاشهر عالميا بابجي موبايل جربتها على اعدادات الترا اتش دي اكستريم والنتيجه كانت ممتازه جدا. اللعبه ثابته على 59 ل 60 فريم والحراره كانت تحت السيطره تماما. نيجي بقى للصوت اثناء اللعب، فالسماعات فعلا صوتها عالي ونقي، الصوت واضح جدا في الالعاب خصوصا في الانفجارات وخطوات اللعيبه تقدر تحددها بسهوله. يعني الاحساس العام ان ابل ظبطت التوازن بين السماعتين جدا. اما على البطاريه ففي اللعب المتواصل لمده ساعتين البرو ماكس نزل حوالي 23% والبرو حوالي 22%، ودي نتيجه ممتازه جدا بالنسبه لقوه الاداء والاضاءه العاليه. الخلاصه اقدر اقول لك ان الايفون 17 برو والبرو ماكس اخيرا بقوا فعلا موبايلات تنفع للجيمنج. التبريد اتحسن والاداء بقى ثابت والبطاريه كويسه ومفيش اي تهنيج حتى مع الالعاب التقيله. فلو انت بتفكر تشتري موبايل جيمنج من ابل، الجيل ده هو اول جيل فعلا يستحق اللقب ده.